اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل فرج صاحب العصر والزمان. هنا تعالوا نسوي البرازق. السوري طبعا يتجنن. هذا برازق البيتي مو محلات، تشبه أطيب وأروع من محلات داعة الله. يعني كمية الدهون قليلة شو اسمه بي. هنا خلي ضفت بيضة واحد، نصف كوب سكر. تردون مطحون مو مطحون عادي يشتغل، فانيلا بيضة واحدة، تردون اثنين عادي بكيفكم. هو يشتغل بيضة واحد اثنين. هو بسكوت، البرازق يشبه البسكوت نفس الطريقة بس شوية تختلف. ضفت الفانيلا طبعا. البارحة كنت زيارة سيدي مولاي باب الحوائج موسى بن جعفر إمام الكاظم، وهذا الدقيق اللي أخذته من مطيبات توفي. طبعا دقيق يتجنن، طحين روعة للمعجنات للأشياء دا أستعمله فجربته يتجنن. واحدة من المتابعات سألتني على النكهات والهاي، وداعت الله حبيبتي أخذي من عندهم، أنا مو يعني من زمان أتعامل وياهم وشغلاتهم كلها. شو اسمه، وهنا خليت الدقيق ما عليكم من السحقات نبات يصير. وضفت كوبين دقيقة هيك شلون طلع يتجنن. فظليت هيك أسوي بيه. تحبون زيوت هواي عادي خلوا، تحبون دون فكثر تم يعني. وخليت حليب المحمود، احنا نحب هذا، وأي حليب عادي يشتغل. شوية ماء، ملعقتين حليب محمود يغذي العجينة ويطلع يعني يطلع أحسن وأطيب. بدون حليب هم يشتغل بس يعني يعزز النكهة مثل ما نقول. وهنا استعانيت بابني، صحت عليه. البارحة كان بالطريق مال زيارة إمام الكاظم يطلع لي قبل يعوفني وياي أخوي. هسه أنت كبير غير تمشي وياي، لا تعوف أمك، أخاف على الولد أخوك صغير لا يضيع. فهسه استعانيت بيه قلت تعال صورني. قال ها خير شكو يا الله. قلت بس تعال صورني، ما رايده من عندك شيء. وهنا أنا استعملت هاي المكسرات اللي اشتريتها البارحة، جوز، حبوب القرع، شو اسمه، زبيب، الكاجو. هنا ضفت ملعقتين عسل على مود يلصق المواد، يعني يلزم المواد. هذا الكاجو ضفته هنا أنا خليت عليه. يحبوه ويا شيء أكلنا ويا شاي، فشي ولا أروع فشي وداعة الله. هيك أشياء بالشتا ويا الشاي وتحبوه بالبيت يعني. وش اسمه، وشنو كان بعد، فول السودان، يعني مكسرات أي شيء تحبون، سمسم شغلات هيجي. ودعيت الكل متابعين. أنا كان عندي نذر وطلبت مراد على الأذان، اعطيتهم بيد الله باب الحوائج، وعلي تحارشون بي وبأولادي وعلى المضغوطين والناس اللي ما تخاف الله. انت تحارش تجيك التهايم وانت قاعد ببيتك، هم يعرفون دا يتابعوني اكيد. فسوي هيجي اشياء. وكان عندي مراد لان ابني طلبت ورحت وفيت نذري. فهنا سويت عشاء خفيف. اذا تردون البطاطا سووا جوليان هنا أنا اصابع. شو قناتي اول مره على اليوتيوب فعل جرس الاشتراك عمدي صعد من مستوى القناه. وهنا ضفت البيكنج باودر. وهاي برازق طلع يجنن شيء خفيف يعني مو لا يعني. خلوا عليه سووه ضيفوا عليه قلية الطماطم والهاي. البيكنج باودر يطلع عينه المقرمش مثل البطاطا مال البرة، لا دهون ولا أي شيء، يطلع كريسبي يجنن. ومشاهدة ممتعة، تحياتي لكم، حياتي باي. وهنا أنا كان عندي سفرة أم البنين. طلبت وانطتني ما قصرت دخل أم العباس، وبعد عندي سفرة أسوي بغير مكانات بالزيارة. وكان شيء بسيط، وأهل البيت إن شاء الله متقبلين من عندنا. ينطي مرادنا ومرادكم. مشاهدة ممتعة، تحياتي لكم، حياتي باي.